يسعد مساكم. النهارده بنقدم لكم حلقه جديده عن الموضوع اللي شاغل الراي العام وهو حركه المحافظين. طيب ليه مهم بالنسبه لنا ان احنا نعرف ايه موضوع حركه المحافظين ويعني ايه محافظين وليه اصلا هم ضروري ان هم يكونوا موجودين ومين اول حد اخترع الوظيفه دي؟ عشان تعرف كل التفاصيل خليك معانا في 5 سياسه. حركة المحافظين هي مهمة بالنسبة لك كمواطن؟ مهمة جدا بالنسبة لك كمواطن، بس قبل ما احكي لك اهميتها لازم احكي لك تاريخها. حركة المحافظين او التقسيم الاداري لمصر بدأ امتى؟ بدأ من ايام الفراعنة، بعد ما مينا وحد القطرين قسم مصر على 40 اقليم. طيب هل وقف الموضوع على كده؟ لا، وفي عهد الاحتلال الفرنسي قسموا مصر ل 16 اقليم، وجي محمد علي بعد كده قسمها ل 14 اقليم، وده يعتبر الاقرب بالنسبه للتقسيمات المحافظات دلوقتي. طيب هل الكلام ده كان بدايه في العصر العثماني فعلا ولا كان ليه تاريخ تاني؟ في بعض المؤرخين وخاصه ابن دقماق قال ان الكلام دوت مش صحيح، وقال ان العصر الفاطمي كانت بدايه تقسيم مصر لمحافظات وكانت اسمها وقتها كور. وجي بعد كده ابو المكارم قال في كتابه عن العصر الفاطمي ان اتقسمت لحاجه اسمها الاعمال، فبقى عندنا الاعمال المنوفيه والاعمال الشرقيه والاعمال الغربيه، واما في الوجه القبلي كان في عندنا الاعمال الاسيوطيه والاشمونيين. اما الاكيد في تقسيم المحافظات كان عندنا 1807 لما تم او اعتبر محافظة الإسكندرية ومحافظة دمياط هما محافظتين رسميتين. بعدها بعد عدة سنوات جت رشيد وجت السويس. من هنا بدأت كل المحافظات تتقسم وبقى لكل محافظة حد مسؤول عنها، بس الكلام ده كان برضو ليه تاريخ من أيام الفراعنة. يعني كان كل حاكم لولاية أيام الفراعنة أو إقليم كان بيتبع الفرعون، وكان هو الوالي أو الحاكم لهذه الولاية أو هذه المحافظة. كل محافظة ليها قائد أو محافظ بمفهومنا دلوقتي هو مسؤول عن المحافظة. طب أهمية الموضوع ده في إيه؟ المحافظ بيقوم بدور رئيس جمهورية المحافظة اللي هو ماسكها وهو مديرها وهو اللي مسؤول عن كل تفاصيلها. ففكرة ان احنا نهتم بوجود محافظين او مين المحافظ اللي هيجي عندك في محافظتك ده بيقول ان انت اللي بتختار او بتطمن لوجود المحافظ اللي موجود عندك في المحافظة. تعال بسطها لك اكتر واقول لك التفصيلة. هقول لك دلوقتي احنا عندنا عدد من الوزارات، يعني عندنا مثلا وزارة الصحة، عندنا وزارة التعليم، عندنا وزارات كتيرة جدا دي في المركزية. لكن في كل محافظة مين اللي مسؤول عن كافة الوزارات دي داخل المحافظات؟ هو المحافظ. المحافظ هو اللي مسؤول عن مديرية التعليم، هو اللي مسؤول عن مديرية الصحة، هو اللي مسؤول عن كل مديرية خاصة أو تابعة للوزارة اللي في المركزية، فبالتالي هو اللي بيشرف عليها. المحافظ مش بس ده دوره، ده كمان دوره إن هو يراقب الأسواق. يعني كمان هو لازم ياخد باله من زيادة الأسعار اللي احنا عايشين فيها في الفترة دي في كل محافظة، وهو كمان اللي مسؤول عن رصف الطرق، هو اللي مسؤول عن الأحياء داخل كل محافظة، هو اللي بيتابع أداء كل حي وأداء كل رئيس حي والفساد اللي بيحصل في كل حي. فالمحافظ هو رئيس جمهورية المحافظة اللي مسؤول عن كل تفصيلة داخل المحافظة، وده ما يطلق عليه الحكم المحلي. يعني أهمية المحافظ بتضاهي نفس أهمية رئيس الجمهورية. أيوة، رئيس الجمهورية ماسك البلد كلها، لكن المحافظ هو المتواصل بينك وما بينه بشكل مباشر وأقرب من رئيس الجمهورية. يعني أنت تقدر تتواصل مع المحافظ لو عندك مشكلة في محافظتك، لكن ما تقدرش توصل لرئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية لو رحت له قلت له على مشكلة جوه محافظتك هيقول لك كلم المحافظ، لأن المحافظ هو التدرج الطبيعي الوظيفي للحكم داخل محافظتك، وهو اللي مسؤول عنك بمسؤولية كاملة. وده بيأكد على اللامركزية، وإن لازم يبقى فيه محافظين بيديروا المحافظة وبيديروا البلد. طبعا احنا لو جمعناهم يعني كل محافظ مسؤول عن كل محافظة بالنسبة له، فبالتالي بيصب لرئاسة الوزراء أو وزير التنمية المحلية في الأول، بعد كده رئاسة الوزراء، بعد كده رئيس الجمهورية. فده تخفيف على عاتق رئيس الجمهورية. أما عن معايير اختيار المحافظين
ده بيبقى من خلال ترشيحات اللي بتيجي، وان هو يكون موجود في الجهاز الاداري للدوله وتميز علشان خاطر يتم اختياره، وبيبقى التصديق والاشاره من الرئيس الجمهوريه مباشره. ده بالاضافه بقى ان بيتعامل المحافظ معامله الوزير سواء في المعاش او في المرتبات. بكده احنا شرحنا لكم اهميه المحافظين واهميه الدوشه اللي معموله حوالين ايه؟ حوالين حركه المحافظين. طب انت كمواطن اول ما تسمع مين المحافظ اللي جه عندك في محافظتك لازم تدخل تدور على مين الراجل ده وعمل ايه في الفتره اللي فاتت وتعرفه كويس جدا، وبالتالي تبتدي تكون انت العين على الفساد داخل الدوله وتتواصل مع المحافظ لو لقيت اي حاجه فيها فساد داخل محافظتك. شكرا لكم، نشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا 5 سياسة.